خليني اقول لك على شويه علامات تعرف لو كليتك فيها مشكله ولا لا. رقم واحد، البول. لو حسيت تغير في درجه اللون، خصوصا لو كان بني داكن او اصفر غامق، او البول ده فيه رغاوي او دم، او قل بنسبه كبيره عن المعدل الطبيعي، او زاد، فخلي بالك. رقم اتنين، انك تحس بطعم معدني في الفم، وده بسبب زياده نسبه المعادن في الجسم اللي الكليه ما عرفتش تتخلص منها. رقم ثلاثة، تورم تحت العين وفي اليدين وفي القدمين، وده بسبب احتباس السوائل والاملاح. رقم أربعة، جفاف في الجلد والحكه، وتحس دايما عايز تهرش، وده بسبب زياده معدن الفوسفور اللي بيسبب ده. الهدف من الفيديو ده هو زياده الوعي والاحتياط، مش معنى انك لاحظت علامه او اتنين فده دليل قطعي ان السبب هو الكليه. كل اللي عليك انك ما تهملش وتخلي بالك لو ظهرت عليك العلامات دي. اما التشخيص الاساسي لامراض الكليه هي التحاليل الطبيه، سواء وظائف الكليه او تحليل البول او غيره. خليني اقول لك على شويه علامات تعرف لو كليتك فيها مشكله ولا لا. رقم واحد، البول. لو حسيت تغير في درجه اللون، خصوصا لو كان بني داكن او اصفر غامق، او البول ده فيه رغاوي او دم، او قل بنسبه كبيره عن المعدل الطبيعي، او زاد، فخلي بالك. رقم اتنين، انك تحس بطعم معدني في الفم، وده بسبب زياده نسبه المعادن